سندوتشات الهمبرجر من الأكلات المشهورة جدا اللي كلنا بنحبها، خصوصا الأطفال. ومن كتر ما البرجر محبوب من الناس، في مطاعم كتير مشهورة قايمة بس على تقديم الأكلة دي. عمرك سألت نفسك يا ترى مين أول واحد قرر إنه يعمل ساندويتش همبرجر؟ وهل كان عارف إنه هيبقى أشهر ساندويتش على مستوى العالم؟ تعالوا نشوف. أهلا بيكم في سلسلة حدوتة ومعلومة. أنا نورهان ودي قناة باي جيو ساينس. في حدوتة النهاردة هنعرف أكتر عن مين اللي اخترع الأكلة المفضلة لكتير من الناس، وليه البرجر اتسمى بالاسم ده. قبل ما نبدأ اكتبولي بتاكلوا برجر كام مرة في الشهر؟ في الأصل البرجر أو الهامبرجر أول من وصفه في عصر الرومان هو شيف أو طباخ روماني، واتسمى هامبرجر نسبة لمدينة هامبورغ في ألمانيا. وزي كتير من الأكلات السريعة بدأ البرجر في الحرب، فلو ما تعرفوش فكتير من الأكلات المعلبة زي التونة مثلا تم ابتكارها أثناء الحرب. والهدف من النوع ده من الأكلات السريعة هو توفير غذاء للجنود في الحرب ما يكونش بيحتاج مجهود كبير. أما بقى الحرب اللي تم ابتكار الهامبرجر فيها هي حرب المغول على روسيا، وساعتها سماه الروس ستيك التتار. أمال إيه حكاية البرجر دي؟ في القرن ال17 كانت السفن الألمانية بتسافر من ميناء هامبورغ في ألمانيا لروسيا، بس مش الألمان اللي غيروا الاسم من ستيك التتار للهامبرجر، لكن لما انتشرت الأكلة ومن ألمانيا وصولا لنيويورك اتسمت هناك بستيك هامبورغ. وده طبعا نسبة لأن السفن اللي رايحة نيويورك كانت بتبقى جاية من مدينة هامبورغ في ألمانيا، واتحرفت بعد كده لهامبرجر. وأول مطعم قدم سندوتشات الهامبرجر رسميا للناس هو مطعم اسمه وايت كاسل. بعده الإخوان ماكدونالدز عملوا المطعم المشهور بتاعهم ماكدونالدز. وبكده تكون معلومة النهاردة إن في الحقيقة محدش عارف بالظبط إمتى أو إزاي تم اختراع الهامبرجر، واللي حكيناه النهاردة هي مجرد نظرية من نظريات كتير، بس الأكيد إنه من أكتر الأكلات الشعبية على مستوى العالم. لكن على الرغم من كده لازم تكونوا حذرين، لأن الهامبرجر من الأكلات اللي بتحتوي على سعرات حرارية عالية جدا، وده طبعا بيسبب زيادة في الوزن، فمش لازم تاكلوه كل يوم، كفاية مرة في الأسبوع أو حتى مرة في الشهر. بس كده خلصت حدوتة النهاردة. لو حابين نعمل حلقات أكتر عن الأكلات السريعة زي البيتزا مثلا اكتبولي في الكومنتس حابين نتكلم عن أكلة ايه. وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصلكم كل الحواديت اللي جاية.